أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. لاحظوا عندنا هذه زهرة الباشن فروت الآن في الصباح، الآن وقت الصباح. لاحظوا بدأت الزهرة تتفتح في وقت الصباح. طبعا الزهرة تبدأ تنفتح في الصباح حتى المساء، يعني خلال فترة المغرب. بعد المغرب نلاحظ أن أو قبل المغرب نلاحظ أن الزهرة تبدأ تنكمش وتنغلق. فضروري جدا التركيز على هذه النقطة، أن نقوم بتلقيح الزهرة، خاصة أي مربي يربي الأشجار أو يزرع الأشجار في محمية، يعني لا يوجد لديك حشرات تقوم بتلقيح زهرة الباشن فروت. فضروري جدا التركيز على هذه النقطة. يجب أن نقوم بتلقيح الزهرة يدويا. متى نقوم بتلقيح الزهرة يدويا؟ طبعا لاحظوا الآن في الصباح يجب أن ننتظر حتى تتفتح الزهرة بشكل جيد. متى تبدأ تتفتح الزهرة بشكل جيد؟ خلال فترة الظهر إلى العصر، أو قبل الظهر إلى العصر. نلاحظ أن في هذه الفترة نلاحظ أن الزهرة تبدأ تتفتح بشكل جيد، ونستطيع تلقيحها أيضا بشكل جيد. فالفترة التي نقوم تلقيح الزهرة فيها هي من خلال فترة الظهر إلى العصر أو بعد العصر بقليل، يعني المهم قبل المغرب. قبل المغرب يجب أن نقوم بتلقيح الزهرة يدويا، لأن فترة المغرب نلاحظ أن الزهرة تبدأ تنكمش وتنغلق. لاحظوا عندنا هذه الزهرة لقحناها أمس، وهذه الزهرة جديدة تفتحت اليوم. فضروري جدا الآن الآن الصباح سوف نعود وقت الظهر، وسوف نتابع التصوير، وسوف نصور الزهرة وهي متفتحة بشكل جيد. الآن لاحظوا في الصباح، الآن الصباح، الآن الساعة 7 صباحا. فسوف ننتظر حتى الظهر أو الساعة 10 11 12 أو 1 إلى العصر، المهم إلى العصر. سوف نلاحظ أن الزهرة تكون متفتحة بشكل جيد، وسوف ننتظر إلى وقت الظهر وحتى تتفتح الزهرة بشكل جيد، وسوف نقوم بتصوير الزهرة وهي متفتحة. فالمهم والتركيز على هذه الفترة، هي الفترة التي من الظهر إلى العصر. الزهرة قبل المغرب نلاحظ أنها تنكمش، فلا نستطيع تلقيحها. حتى لو لقحناها قبل المغرب يكون التلقيح غير جيد، واحتمال كبير أن الزهرة لا تتلقح وتسقط. لاحظوا هذه لقحناها أمس. سوف نعود لكم إن شاء الله بعد ساعات، انتظرونا. لاحظوا الآن كيف أصبحت الزهرة الباشن فروت، كيف تفتحت وأصبحت جاهزة للتلقيح. لاحظوا كيف كانت الصباح، والآن كيف أصبحت. طبعا عندما تكون الزهرة بهذا الشكل نقوم بتلقيحها مباشرة. طبعا طريقة التلقيح بسيطة جدا، وقد شرحنا لكم في مقطع قادم، وإن شاء الله سوف نعرضه لكم مجددا. لاحظوا الزهرة أصبحت جاهزة للتلقيح. لاحظوا الفرق بين الزهرة عندما كانت في الصباح أول ما بدأت تتفتح، والآن. لاحظوا الآن سوف نقوم بتلقيح الزهرة، وإن شاء الله سوف نحاول أن نصور لكم مقطع لطريقة تلقيح الزهرة بطريقة بسيطة جدا. هذا، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.